في صباح يوم 15 سبتمبر 2007 في محطة قطار ميلبورن بأستراليا، أحد الركاب لاحظ طفلة تايهة ماشية لوحدها بتبكي. راح على طول مبلغ موظفين المحطة، اللي لما جم وسألوا البنت عن اسمها واسم أبوها اكتشفوا إن البنت مش بتتكلم إنجليزي، كان شكلها صينية. هدوها وقعدوها جنبيهم وراحوا يدوروا في تسجيل الكاميرات يمكن يقدروا يوصلوا لأهلها، لكن اللي شافوها على الكاميرات كانت صدمة محدش يتخيلها. شافوا راجل في الخمسينات، عرفوا بعد كده إن هو أبوها، كان ساحب في إيده شنطة والإيد التانية ماسك البنت اللي موظفين المحطة أطلقوا عليها ليتل بامكن، وده لأنها كانت لابسة لبس ماركة بامكن باتش. شافوا الأب وهو ماشي مع بنته وساحب شنطة سفر، وبعد شوية راح موطي على بنته وشوشها كلمتين في ودانها وسابها ومشى، وشافوه هو طالع بالسلم الكهربائي وما رجعش تاني خالص. ساب بنته اللي عندها 3 سنين واختفى. اتضح بعد كده انه بعد ما ساب بنته بساعتين اخد اول رحلة وسافر للوس انجلوس. موظفين المحطة لما شافوا الجريمة دي بلغوا على طول الشرطة، اللي من تحريات الشرطة ومراجعة سجل الرحلات الجوية عرفوا إن الأب ده وصل أستراليا من يومين بس، وإن هو في يوم 13 سبتمبر سافر من نيوزيلندا بباسبوره النيوزيلندي مع بنته بس، وإن هو يوم 15 سبتمبر راح محطة القطر مخصوص عشان يسيب بنته ويسافر بعديها بساعتين للوس أنجلوس. السؤال اللي هيجنن الشرطة، إيه اللي يخلي أب يعمل كده؟ طب لو هو في نيته يتخلى عن بنته ما سابهاش ليه في نيوزيلندا؟ ايه اللي يخليه يسافر من بلد لبلد عشان يسيب بنته؟ الإجابة على السؤال ده كان بداية الأحداث الصادمة. ناي ين شواي اسمه الصيني، ومايكل اسمه الأمريكي. صيني عنده 53 سنة، اتجوز مرتين، من مواليد 1954، مقيم في أوكلاند بنيوزيلندا. من يانجلو هيباي الصين. من هو صغير كان عنده شغف برياضة الدفاع عن النفس، عشان كده لما كان عمره 8 سنين اتعلم فنون الدفاع عن النفس من أساتذة متخصصين، ولما وصل لعمر 29 سنة اتصنف واحد من أفضل 10، وده اللي خلاه يفتح مدرسة لتعليم فنون القتال، وبقى معلم لطلاب معروفين في شمال الصين، وده اللي خلاه مشهور، ومدرسته بقى يجيلها طلاب كتير. ساعدته في ده مراته الأولى، والحياة زهزهت واتغنى واشترى عربية فاخرة. لكن بعد فترة الطلاب بدأوا يمشوا وقل عددهم، وده لأنهم اكتشفوا إن هو ما عندوش الخبرة ولا المهارة، وإن كل اللي اتقال عنه هو اللي روجه، وكمان كان سليط اللسان. ده طبعا خلى الطلاب يمشوا ومبقاش فيه حد بيجي المدرسة، وده أثر طبعا على دخله، وده اللي خلاه يفكر إنه يهاجر، وخاصة إنه سمع بره بيقدروا رياضة الدفاع عن النفس. ساعتها كان مطلق مراته، أخد بنته في سنة 96 وهاجر لنيوزيلندا أوكلاند. كان ساعتها سنه عدى 40، وفي أوكلاند فتح مركز لتعليم الفنون القتالية، وكان بيعمل عروض سنوية، ومشى الحال، وكان بيسافر أمريكا باستمرار عشان يدرس ويثقل مهاراته، لكنه ما نجحش. ولما كان بيسافر أمريكا كان بيسيب بنته لوحديها في البيت من غير ما يكون حد معاه، كان ساعتها هي صغيرة في السن، وكان بيسيء معاملتها ويضربها، عشان كده لما كبرت سابته ومشت. في واحدة اسمها أنان ليو، صينية، أمها كانت مديرة في إحدى الشركات في الصين، وهي كانت شغالة شغلانة كويسة وحياتهم تمام. لكن أنان دي كان عندها طموح، كانت نفسها تسافر برا وتدرس، عشان كده لما وصل عمرها 22 سنة في سنة 2002 سافرت لنيوزيلندا عن طريق إحدى وكالات التوظيف على أساس إن هي تدرس في الجامعة. لكنها لما وصلت اكتشفت إن هما نصبوا عليها، وإن هما سجلوا اسمها في مدرسة لتعليم اللغة الإنجليزية مش في الجامعة زي ما فهموها. وإن تأشيرتها لمدة 6 شهور بس، وإن هي لازم تنجح في اللغة عشان تقدر تقعد، وإن هي لو ما نجحتش قبل ما تنتهي التأشيرة هتضطر ترجع البلد، ويبقى يا أبو زيد ما غزيت.
ولسوء حظها حصلت لها حادثة وهي ماشية في الشارع، واتصابت وخلتها ما تداومش على المدرسة، وبالتالي سقطت. ودلوقتي التأشيرة قربت تنتهي وقعدها بقى مش قانوني. حاولت تجدد التأشيرة عن طريق إحدى الشركات، وللمرة التانية اتنصب عليها. أخدوا معظم فلوسها اللي هي جاية بيها. بقى عندها مشكلة التأشيرة، والفلوس بقت قليلة. لكن إصرار على تحقيق حلمها قررت إن هي تقعد. قعدت من غير تأشيرة، وعادها ما بقاش قانوني، وفلوس قليلة. دورت على سكن رخيص، ومن هنا اتقابلت مع مايكل اللي كان عنده عقار. لما سمع قصتها اتعاطف معاها واداها سكن ببلاش مقابل ان هي تنظفه. طبعا قبلت على طول، ده كان بالنسبة لها طوق نجاة، وكانت ممتنة للجميل اللي هو عمله معاها. بس يا ترى هي صعبت عليه وتعاطف معاها، ولا كان عنده نية تانية؟ في الوقت ده كان عمره 48 سنة، وهي 22 سنة، أكبر من بنته ب4 سنين. عرض عليها إن هي تكون معاه على علاقة ويعيشوا مع بعض. في الوقت ده هي كانت متدمرة، ما معاش فلوس، معاش إقامة. شافت إن دي فرصة، واحد مبسوط ماديا عنده مركز رياضي هيقدر يحللها مشاكلها المادية، وتقدر تركز في حلمها وتقدر تدرس. فوافقت على طول. ولما حملت في سنة 2003 قرروا إن هما يتجوزوا، وخلفت بنتها اللي هي كانت موجودة في محطة القطر ليتل بامكن. ومن وقتها وهي في مشاكل معاه. اكتشفت إن هو غيور، كان بيمنعها إن هي تكلم أي راجل، وكان بيعتدي عليها بالضرب لأتفه المشاكل. أي حاجة يضربها على طول. كانت هي مستحملة أو مضطرة إن هي تستحمل، وده لأنها ما كانش عندها إقامة. فضلت على الحال ده 3 سنين لغاية ما وصلنا ل2006. كان ساعتها هو عمره وصل لل50، وما كانش قادر يمارس رياضة الفنون الدفاع عن النفس، وبالتالي الطلاب قالوا ومبقاش فيه دخل زي الأول. في نفس الوقت هي حصلت على الإقامة، الجرين كارد، ومبقتش مضطرة إن هي تستحمله وإن هي تعتمد عليه. ممكن هي تستقل بنفسها، وتغيرت معاملتها، ما بقتش المطيعة اللي بتستحمل، دي حتى امتنعت عنه. كل حاجة جت ورا بعضها. مراته اتمردت عليه، دخله قل، شغله اتوقف، الدنيا كلها اتلخبطت، وكان بيصب غضبه فيها، وحس ان هي هتفلت من بين ايديه وهيفقد سيطرته عليها بعد ما اخدت الجرين كارد. فكان بيحبسها في البيت، كان يمنعها ان هي تخرج، ومكانش بيخليها تعمل صداقات، حتى اخد اوراقها وجواز سفرها. وفي سبتمبر 2006 كانت جابت اخرها، خلاص مش قادرة تتحمل الضرب والإساءة. وليه تتحمل؟ ما هي ممكن تعتمد على نفسها، ما بقتش محتاجاه. عشان كده قررت ان هي تهرب. بس قبل ما تهرب لازم تلاقي اوراقها وجواز سفرها. دورت عليهم في البيت كله، بس بدل ما تلاقيهم لقيت حاجة تانية. اللي لقيته رعبها، لقيت مسدس. في الوقت ده هو حس ان هي بتدور على اوراقها، وعرف ان هي ناوية تهرب. عشان كده مسك السكينة وهددها. على الرغم من كل الرعب والتهديد ده، سكين ومسدس، لكن هي مغيرتش رأيها وصممت على الهروب. في أحد المرات جات لها فرصة إنها تهرب، فتحت الباب وجرت على طول على الجيران، وطلبت منهم إنهم يطلبوا الشرطة. الشرطة لما جت قبضوا عليه، وده بسبب العنف اللي اتعرضت له. كان تحت عينيها كدمات، شفتها كانت مقطوعة. أخدوها هي وبنتها، قعدوها في ملجأ خاص للسيدات المعنفات. قعدت لمدة شهر مع بنتها. قدمت على طلب للحصول على أمر تقييدي. في الوقت ده هو كان لسه في الحبس، بس كان لسه بيهددها إن هو هيقتلها. يمكن ده السبب اللي خلاها تسحب القضية. ولا يمكن حست إن الأمر التقييدي مش هيمنعه إن هو يأذيها،
فكرت إن هو يمكن يقدر لها إن هي تنازلت عن قضية وإن هما ينفصلوا في هدوء. وفي نوفمبر نفس السنة 2006 أخدت بنتها ورجعت بلدها الصين. قعدوا هناك 4 شهور. في نفس الوقت مايكل كان على علاقة بواحدة تانية، لكن العلاقة دي ما طولتش. حاول يرجع مراته، اتصل بيها كذا مرة ووعدها إن هو مش هيضربها وإن هو هيتعامل معاها بالحسنى. حتى عرض عليها إن هم يجددوا العقود بتاع زواجهم. عشان كده هي ما عادتش أكتر من 4 شهور ورجعت لنيوزيلندا. في الوقت ده هو كان قفل المركز الرياضي وكان بيدور على شغل تاني، مصدر رزق تاني. اشتغل موزع للجرايد الصينية، اسم الجريدة الحي الصيني. ولأنه ما كانش عنده خبرة ولا دراية بإدارة المشاريع التجارية فشل وبقى مديون لدرجة إن هو أعلن إفلاسه. كان ساعتها أنان رجعت له ما بقالهاش 3 شهور وصدقت وعوده، لكن لما فشل وأعلن إفلاسه صب كل فشله فيها، والمرة دي هددها بالقتل بالسيف. كل اللي بيحصل ده قدام بنته، سامعة وشايفة اللي بيعمله أبوها في أمها. البنت اترعبت، طلعت تجري على أمها، اللي لما شافها الأب راح شدها وبعدها عنها. بلغوا الشرطة باللي حصل وأخدوا البنت والأم تاني للملجأ الخاص بالنساء المعنفات ووفروا لهم الحماية. أما هو أخدوا منه جواز سفره والسيف اللي هو بيهددها بيه، وطلبوا منه إن هو يكمل الدورة التدريبية الخاصة بإصلاح العلاقات الأسرية. أما هي فخلاص فقدت الأمل فيه وإن هو ممكن ينصلح حاله، وكانت خايفة على عمرها. عشان كده في سنة 2007 في يونيو اتنقلت للعاصمة ويلينغتون وعاشت لوحدها مع بنتها. وهناك عملت حساب على مواقع المواعدة. اتعرفت على واحد من موقع المواعدة كان بيعاني من الوحدة زيها. عاشوا مع بعض كأسرة في سعادة لمدة شهرين، كانت أسعد شهرين مروا في حياتها. لكنها سابته بعد أسبوع من رجوع مراته وفضلت إنها تمشي وتضحي بحبها ونهت علاقتها بيه عشان خاطر سعادته. أما مايكل فهو في أسوأ لحظات حياته. مراته سايباه مفلس مديون معندوش شغل، الدنيا كلها متلخبطة فوق دماغه واسودت الدنيا في عينه. واشتكى لصاحبه الصيني، قال العمر اللي أنا عشته ده كله محدش قدر يخدعني غير مراتي أنان ليو، وإنها اتجوزتني جواز مصلحة عشان تستفيد مني، وإنها استغلتني وخلتني أصرف عليها، وإنها ما كانش عندها أي مصدر للدخل وأنا اللي كنت بدفع كل مصاريفها، ودي أكتر حاجة ندم عليها. نرجع بقى للشرطة الأسترالية لما لقت البنت في محطة القطر. الشرطة لما عرفوا إن هو جاي من نيوزيلندا، يعني هو مقيم هناك ومعاه الباسبور النيوزيلندي، عشان كده تواصلوا مع الشرطة هناك وبلغوهم وطلبوا منهم إن هو يدوروا على أمها ويبلغوها إن بنتها عندهم. وبالفعل بعد يومين، يوم 17 سبتمبر راحوا لبيت مايكل اللي هو في أوكلاند. عرفوا من الجيران إن الأم بقالها كذا يوم مختفية. الشرطة اتأكدت إن آخر مرة أنان اتشافت فيها كان يوم 11 سبتمبر الساعة 4 العصر في مركز للأطفال في أوكلاند. الأم مختفية والأب في أمريكا والبنت في أستراليا. الموضوع بيزيد غموض، عايزين يعرفوا إيه الموضوع. عشان كده طلعوا إذن تفتيش، فتشوا بيت مايكل وكل ممتلكاته. وفي نفس اليوم يوم 17 سبتمبر الساعة 5 العصر أخدوا الإذن وراحوا فتشوا البيت. لقوا في شنطة عربيته جثة واحدة، اللي هي مراته أنان ليو وأم البنت الموجودة في أستراليا. كانت بقميص النوم وما كانتش لابسة ملابسها الداخلية، بس ملابسها الداخلية كانت موجودة جنبها. كان مربوط حوالين رقبتها جرافطة. الطب الشرعي قال إن هي بقالها أسبوع متوفية، وإن هي تعرضت للاعتداء اللا إخلاقي، وإن سبب الوفاة الخنق، وإن المجرم خنقها بالجرافطة اللي هي كانت بتاعت مايكل. بس لقوا على قطعة الملابس الداخلية اللي كانت موجودة جنبها 3 أحماض نووية ل3 رجال. حمض نووي منهم يخص مايكل
تاني يوم 12 سبتمبر أمها اتصلت بيها عشان تطمن عليها. رد عليها مايكل وقال لها إن بنتها راحت ويلينغتون عشان تحضر حفلة هناك، وبعديها مايكل راح مركز الشرطة عشان يسترد جواز سفره. ويوم 13 سبتمبر سافر مع بنته لميلبورن استراليا، وبعد كده اتصل بوكالة السفر عشان يحجز رحلة طيران في نفس اليوم للوس أنجلوس، لكن الموظفين قالوا له إنه مفيش رحلات قبل يوم 15. هو كان مخطط إن هو ياخد بنته معاه ويهرب للوس أنجلوس، لكن لما فكر شوية حس إن هي هتبقى عبء عليه في رحلة الهروب بتاعته للوس أنجلوس، فغير رأيه وقبل رحلته بساعتين سابها في محطة القطر وسافر. أختها الكبيرة اللي كانت عايشة مع أبوها وطفشت لما سمعت حكاية أختها الصغيرة عرضت إن هي تاخد بالها منها لغاية ما تيجي جدتها أم أنان اللي السفارة ساعدتها إن هي تروح الصين وتتولى رعاية وحضانة حفيدتها وتاخد رماد بنتها. الصينيين الموجودين في نيوزيلندا جمعوا تبرعات عشان يساعدوا في مساعدة البنت الصغيرة، لكن الجدة رفضت التبرعات. كانت حاسة بالذنب للي حصل لبنتها، كانت فاكرة إن بنتها لما تسافر هتحسن من وضعها وهتبقى حياتها أفضل، ما كانتش عارفة باللي بيحصل لبنتها. وده لأنهم ما كانوش بيتصلوا ببعض كتير. دي حتى عمرها ما شافت مايكل. هو دلوقتي هربان وعايش في أمريكا ومطلوب القبض عليه، والسلطات الأمريكية حطوه على رأس قائمة أكتر 100 شخص مطلوب. وبعد أكتر من سنة من هروبه بالصدفة في إحدى ضواحي أتلانتا، شيف في مطعم صيني كان بيتصفح الجرايد شاف إن الشرطة الأمريكية راصدة مكافأة قيمتها 10,000 دولار للي يقبض على الهارب اللي اسمه مايكل، وحاطين صورته. اللي اتصدم أول ما شاف الصورة لأنها صورة تانج اللي هو شغال معاه في المطعم وكان مشاركه السكن، اللي افتكر تصرفاته الغريبة اللي كانت لافتة نظره، اللي من ساعة ما سكن معاه وما فضاش شنطة سفره، وكأنه واحد مستعد في أي لحظة إن هو يسيب المكان. ولاحظ إنه نايم صاحي، نومه خفيف جدا، أي صوت أي حركة يقوم على طول. وأول ما تعرف عليه طبيعي سأله أنت منين بما إن الاتنين صينيين، قاله أنا من هاباي، لكنه كان بيتكلم بلكنة مختلفة عن لغة هاباي. الشيف ده أول ما عرف إن الشخص اللي هو عايش معاه وشغال معاه في نفس المطعم مطلوب القبض عليه، اتصل بأربعة من أصحابه، 4 سنين عايشين طبعا في أمريكا، وقال لهم على الحكاية. 3 منهم كانوا شغالين في المطعم، كان بيوصلوا الطلبات. 3 كانوا رياضيين، واحد كان لعيب كرة قدم سابق، وواحد كان جندي سابق، وواحد حاصل على ميدالية في المصارعة. يعني 3 رياضيين جسمهم ولياقتهم بدنية كويسة يقدروا يسيطروا عليه لو احتاج الأمر. لكن للأسف مفيش ولا واحد فيهم بيتكلم إنجليزي، وده خلى فيه صعوبة إنهم يشرحوا للشرطة بالتليفون إن المجرم اللي هو هربان هم متحفظين عليه. فالخمسة فكروا وعملوا خطة مع بعض إن الشيف يروح للشرطة ويبلغهم وهم يتحفظوا عليه، يروحوا البيت على أساس إن هم يخرجوا مع بعض يتعشوا بره، وبكده ما يقدرش يمشي، ولو حاول يمشي يسيطروا عليه. وده فعلا اللي حصل. اتجمعوا في الشقة بحجة إن هم هيطلعوا ياكلوا مع بعض بره. مايكل حس إن في حاجة غلط فحب يمشي، طبعا الكل كان منتبه له وحاسين إن هو بيتحرك وهيمشي وهيفلت من بين إيديهم. لعيب الكرة راح واقف قدامه منعه إن هو يتحرك، وواحد تاني راح مكعبله ووقعه على الأرض. أما الباقيين ربطوا إيديه ورجليه بالحزام الجلد. لما الشرطة وصلت كان هو مربوط. ولما فتشوه لقوا في محفظته رخصة القيادة النيوزيلندية اللي اتأكدوا إن هو نفس الشخص الهارب، والسلطات الأمريكية سلموه لشرطة نيوزيلندا. أما الأبطال الخمسة استلموا المكافأة قيمتها 10,000 دولار اللي الخمسة اتبرعوا بيها بالكامل للأعمال الخيرية، على الرغم إن كلهم حالتهم المادية متواضعة. مجتمع الصيني كان فخور بيهم والإعلام أشاد بتصرفهم.
وفي 2 يونيو 2009 كانت أول جلسات محاكمته في أوكلاند في نيوزيلندا، واتهم بقتل مراته والتخلي وترك بنته. حاول يدافع عن نفسه وادعى مش هو القاتل، هو بس حط جثمانها في شنطة العربية عشان كان خايف إن هو يتهم بقتلها، وعشان كده أخد بنته وهرب. ولأن الطب الشرعي لقى 3 أحماض نووية للرجال موجودة على ملابسها الداخلية، دي كانت حجة المحامي بتاعه، اللي حج إن هي دي مش جريمة قتل، إنما جريمة نتيجة العلاقة السادية اللي كانت ما بينها وبين 2 رجالة تانيين كان بتوعدهم على موقع الموعدة. وخاصة إن الجرافطة اللي استعملت كانت لمايكل، كان عليها الحمض النووي بتاع مايكل وبتاع شخص تاني، وإنها ما ماتتش في بيتها، وإن اللي تسبب في موتها نقلها عربية مايكل. عشان كده 7 من هيئة المحلفين المكونة من 12 شخص أدانوه، ولأنهم كانوا أغلبية في 31 يوليو حكمت محاكمة أوكلاند على مايكل بتهمة قتل مراته والتخلي عن بنته، وبالسجن مدى الحياة مع إمكانية الإفراج المشروط. بعد 12 سنة لما سمع الحكم صرخ وقال ده مش عدل، وده لأن معظم هيئة المحلفين كان معظمهم من النساء، وأصر على براءته لسنين وهو في السجن، وهو مصر إن هو بريء، لدرجة إن هو كتب سيرته الذاتية بعنوان أنا لست قاتلا، وأصر على براءته لغاية سنة 2020. كان ساعتها وصل لسن 66. قرر إن هو يعترف وقال إن هو قتلها بسبب خيانتها له، وإن هو ندم. طبعا هما فهموا هو ليه غير واعترف، لأنه مر على حبسه 12 سنة، وهو دلوقتي مؤهل للإفراج المشروط، وحب يثبت لهم إن هو ندمان، لكن ده ما دخلش عليهم، وده لأنه بيخضع لتقييمات نفسية قبل ما يتم الإفراج المشروط عنه، اللي قالوا إن هو احتمال كبير إنه لو خرج هيرتكب جرائم تانية. المجرم في قضية النهاردة واخد دكتوراه في الإجرام، ما بيعترفش بالتخصصات، عمل كل الجرائم اللي ممكن يعملها بحجة الغاية تبرر الوسيلة. الأحداث حصلت في 2006 في أجرا في الهند. عربية كانت ماشية في طريق كانش فيه ناس كتير مهجور، لقت عربية مصدومة في عمود نور. طبعا العربية كانت مولعة، الناس اتلمت والراجل اتصل بالشرطة عشان يجوا يشوفوا الحادثة. من المعاينة الأولانية باين إن الحريق تم نتيجة اصطدام العربية بعمود الكهرباء. بمعاينة العربية لقوا إن فيها جثة، ما كانش فيه جثث تانية، هي واحد بس اللي كان بيسوق العربية. عن طريق العربية عرفوا مالك العربية اسمه أنيل كومار، وكمان عرفوا طبعا عنوان صاحب العربية، كان موجود في غازي أباد. راحوا للبيت، فتح لهم الأب، سألوه إذا كان يعرف فين أنيل كومار، قال لهم ده ابني. قال لهم إن ابني كان مسافر في رحلة شغل الأجرة. الأب اسمه فيجي بال. الشرطة طلبوا من الأب إن هو يجي معاهم عشان يتعرف على العربية وعلى الجثة، عشان يتأكدوا إذا كان هو ده فعلا أنيل كومار ولا لأ. وفعلا راح معاهم لمكان الحادث وتعرف على العربية، قال لهم فعلا دي عربية ابني. راح معاهم المشرحة وعرف إن ده ابنه طبعا، والطب الشرعي أثبت إنه فعلا مات نتيجة الحادثة، وإن مفيش أي شبهة جنائية. وبالكشف على العربية لقوا فعلا في الخبطات الموجودة نتيجة اصطدام العربية بعمود الكهرباء. فسلموا الجثة لأهله وقفلوا القضية على إنها حادثة، والقضية انتهت على كده. بس حصلت حاجة بعد 17 سنة في عام 2023، بالتحديد يوم 7 نوفمبر، فريق من شرطة فرع الجرائم من ولاية جوجرات وصل لمنزل في أحمد أباد. الشرطة كان بتدور عن شخص معين، خبطوا الباب، طلع لهم راجل ومراته وطفلين. الشرطة سألت الزوج عن اسمه، قال لهم أنا اسمي راجيف كومار. سألوه أنت من أي بلد؟ قال لهم أنا من ولاية جوجرات. الشرطة اطلعت على أوراقه الشخصية، طلعت فعلا كلها تحت اسمه راجيف كومار، وتأكدوا من صحة البيانات، وتأكدوا فعلا إن كل الوثائق صادرة من ولاية جوجرات. أخدوا الزوجة على جنب وسألوها أنت منين؟ قالت لهم أنا برضو من نفس الولاية، من ولاية جوجرات، وورت لهم المستندات الرسمية بتاعتها عشان تثبت إيه هي منين. سألوها أنت عايشة مع أهل جوزك؟ قالت لهم لأ، أنا عايشة لوحدي. قالوا لها طب فين أهل جوزك عايشين؟ قالت لهم أنا عمري ما شفتهم، جوزي عمري ما عرفهم بيا.
وانا افتكرت ان هم ميتين، عشان كده انا متعرفتش عليهم ولا جوزي عمره اتكلم عنهم. كده الشرطة زادت شكوكها ان الشخص اللي هم بيدوروا عليه موجود في البيت ده، وبعتوا صورة لراجيف كومار لشرطة أجرا عشان يتعرفوا عليه إذا كان فعلا شكوكهم صح ولا لأ. الصورة ديت فكرتهم بحادثة حصلت في 2006، حادثة العربية إياها. لما جمعوا كل البيانات عرفوا إيه اللي حصل يوميها، واكتشفت لهم الحقيقة كلها. رجعوا للزوج راجيف كومار وقبضوا عليه، وقالوا له اللي احنا عرفنا الحقيقة كلها، واخدوه وودوه لأجرا. طلع هو نفس الشخص اللي أبوه أثبت إن هو مات في حادثة العربية، يعني هو أنيل كومار. رجعوا تاني البيت الأب عشان يقبضوا عليه، ما لقوهوش هناك. وبتفتيش البيت لقوا كل المستندات والأوراق الخاصة بأنيل كومار الابن اللي هو المفروض مات، وكل المستحقات المالية الموجودة في البنوك اللي هي تحت اسمه. اسمعوا بقى العجب ايه اللي حصل. في 2002 الأب في جبال هو تاجر منسوجات وعنده ولدين. الابن الكبير اللي هو أنيل كومار اللي هو طلع شهادة وفاة باسمه، لما بلغ 18 سنة عملوا بوليس التأمين، بس ما عملوش واحدة، عمل له 4 بوليسات تأمين، كل واحدة قيمتها 2 مليون روبية، على إنه بيدفع أقساط التأمين 85 ألف روبية سنوية. والأربع بوليسات دي فيها بند إنه لو مات صاحب البوليسة قبل الميعاد المستحق، شركة التأمين بتدفع له 4 أضعاف المبلغ المؤمن عليه. وكمان في ميزة إنه ما بيدفعش القسط السنوي، بيتشال من عليه 85 ألف روبية، يعني إجمالي اللي هو هياخده 8 مليون، ده طبعا من غير ما يدفع ولا مليم. هو فضل يدفع الأقساط السنوية لمدة 5 سنين، واشترى عربية باسم ابنه وأمن عليها. التأمين اللي على العربية بقى فيها بند لو حصل له حادثة وهو في العربية، أيا كان الشخص الموجود في العربية، شركة التأمين بتدفع 1,000,000 روبية. بتحس إن شركات التأمين بتشجع على الجريمة، يعني هم بيدوا فكرة إزاي تنصب عليهم. المهم مجموعة اللي المفروض هيحصل عليه 9 مليون روبية. فبدأت بقى الخطة إزاي يوصل لل9 مليون روبية. في يوليو 2006 بدأ يدور على حد يشبه ابنه من حيث الطول وشكل الجسم أو حجم الجسم. الأب ده كان عنده سجل إجرامي بس ما اتقبضش عليه، يعني هو كان بيخطط لسرقات كتير، وكان بيختار الناس اللي بتنفذ السرقة. كان بيختارهم يا إما من عمال المناجم، وده بيقولك عشان هم كبار في السن، فلو اتمسكوا ما بيتسجنوش أكتر من 3 سنين، ده على حسب قانون الهند، أو اللي هم متشردين في الشارع. فهو كل مرة بيعمل عملية بيفكر في خطتها وبيختار الأفراد اللي بينفذوا الجريمة، وهو بيبقى بعيد خالص، فهو مخه إجرامي بحت. فكان خطته إن هو يدور ما بين المتسولين على حد يشبه ابنه، وده لأنهم ملهمش حد ولا حد هيدور عليهم ولا هيسأل هم راحوا فين، ولو في حاجة حصلت لهم محدش هيعرف. فده كان الهدف بتاعه. فراح لمكان سكة الحديد اللي هم بيتجمعوا فيه في غازي أباد، كلهم بيتجمعوا خارج المحطة، بيتسولوا بقى أي حد بيجي بيشحتوا منه. طبعا في محلات خارج السكة الحديد كتير. بيطلب من واحد منهم إن هو يلاقي له حد من المتسولين يشبه حجم ابنه وطوله. بيقول له أنا فعلا عندي واحد يشبه نفس الهيئة بتاعت ابنك، بيتعود يجي عندي وياكل ويشرب. فطبعا اداله فلوس مقابل الخدمة دي. وفي يوم 1 أغسطس بيجي الأب مع ابنه الكبير وابنه الصغير، بيروح للتاجر دوت وبيلاقي عنده المتسول. التاجر قال للمتسول، قال له في صاحبي جاي، هو قال لي ان هو عايز يعمل خير وان هو هيأكلك ويشربك ويديك فلوس. فالمتسول طبعا كان قاعد مستني وفرحان ان في حد هيديله فلوس ويأكله ويشربه. فلما جاء الأب مع ابنه وابنه التاني لقوا فعلا ان المتسول ده يشبهه خالص، فلما اديله وجبة وبعد ما خلص الأكل قال له انت طبعا عمرك ما ركبت عربية قبل كده، تعال انا هفسحك في العربية. وركبوا العربية معاه. هما ماشيين في العربية بيدوروا على مكان ان هما ممكن يعملوا فيه الحادثة، ايه انسب مكان ممكن ينفذوا فيه خطتهم. هما ماشيين في الطريق لقوا بقى الحتة المهجورة دي ما فيهاش ناس كتير، ولقوا عمود نور متني شوية، واضح ان في حادثة حصلت قبل كده
وعربية خبطت فيه، فقالوا ده المكان المناسب، وإن عمود الكهرباء هيزود اشتعال الحريق، وإنها هتبان حادثة عرضية. فلما استقروا على المكان قال للمتسول أنت ما جوعتش، تعال نأكلك. وأخدوه وأكلوه وحطوا له 30 حبة منومة في الأكل بتاعه، ولما أغمى عليه شالوه وحطوه في العربية ورا عجلة القيادة مكان ما بيسوق، وزقوا العربية عشان تخبط في عمود الكهرباء ويبقى فيه خرابيش وخبطات في العربية عشان تبان إن هي حادثة. وبعد كده كبوا بنزين وولعوا في العربية بعد طبعا ما قفلوا البيبان والإزاز بتاع العربية، وطلعوا يجروا واستخبوا في مكان بعيد بحيث إن هم يشوفوا العربية لكن محدش يشوفهم، عشان يطمنوا إن كل الخطة تمت بنجاح وإن العربية اتفحمت فعلا. 2 منهم رجعوا البيت اللي هو الأب والابن الصغير، أما الابن الكبير اللي هو المفروض هيكون مات طلب منه الأب إن هو يختفي عن محدش يشوفه لأنه عشان ما تتكشفش الجريمة، واداله فلوس واختار له المكان إن هو يروح ولاية جوجوراد، على أساس الأب كان دايما بيروح هناك عشان الشغل بتاعه. وهناك نزل في أوتيل يومين لغاية ما اشترى بيت صغير وبدأ مشروع تجاري بالفلوس اللي أخدها من أبوه. وطبعا غير اسمه وعمل بطاقة جديدة وكل المستندات باسم جديد اللي هو راجيف كومار، وأكيد طبعا دفع فلوس عشان يعمل كل الأوراق دي. وبكده أسس حياة جديدة، عنده بيته وعنده شغله وعنده بطاقة الشخصية جديدة باسم جديد، واتجوز كمان بنت من البلد نفسها، وكده محدش ممكن يشتبه فيه. وفي خلال 17 سنة أنجب طفلين. وعلى الرغم من مرور المدة دي كلها إلا أن الأب كان منبه عليه إن هو يكون حريص جدا في معاملاته، وإن هو ما يتصلش بيهم أبدا بأي وسيلة من الوسائل، وإن هو عما يعوز يتصل بيه هيروح لمكان بعيد ويتصل بيه من هناك، وإن هما يتقابلوا في محطة السكة الحديد كل 2 3 على أساس إن مفيش حد ممكن يكون يراقبهم أو يشتبه فيهم عشان ما تتكشفش الجريمة بتاعتهم. ده بالنسبة لحياة الابن. أما بقى حياة الأب بعد ما عمل الجريمة ديت، ساب بيته في غازي أباد وراح اتنقل في منطقة جديدة واشترى منزل هناك، المنطقة اسمها نوى. وعرف الناس والجيران اللي موجودين في المنطقة إن ابنه مات في حادث. بعد الحادثة راح لشركة التأمين عشان ياخد فلوس البوليس، لكن شركة التأمين رفضت إن هي تدفع له، فرفع قضية عليهم. وفي المحكمة قدم لهم المستندات اللي أخدها من الشرطة تثبت إنه ابنه مات في حادث وإنه ده حادث عرضي ومش جريمة. المحكمة أمرت شركة التأمين إن هم يدفعوا له كل الفلوس المستحقة له، بالإضافة للنفقات اللي هو تكفلها، اللي هي من ضمنهم مصاريف السفر، أتعاب المحاماة. يعني زودوا على تمن البوليصة اللي هو الفلوس المستحقة 8 مليون، زودوا عليها 1.5 مليون، يعني هو أخد من شركات التأمين 9.5 مليون روبية. أما بالنسبة بقى للعربية، شركة التأمين بتاع العربية أخد منهم 1 مليون كمان، يعني هو جمع 10.5 مليون من النصباية اللي هو عملها دي، وعاش عيشة مرفهة، اشترى عربيات واشترى بيت كبير وادى فلوس لابنه وعاش عيشة الأغنياء. لكن عجبته اللعبة، قال لك ما تيجي نلعب كمان. فكان بيحتال على الناس، كان بيختار الناس اللي هم ما عندهمش ثقافة في ازاي يستخرجوا وثائق التأمين وايه حقوقهم، فكان هو اللي بيعمل لهم الإجراءات وهو كان المنتفع، فكان بيعمل لهم إجراء الوثيقة باسمهم وهو اللي كان بياخد الفلوس. واحتال على ناس كتير قوي، جشعه خلاه يوقعه في شر أعماله، لأن بدأت الشبهات تحوم حواليه، هو الشخص الوحيد المنتفع في كل الناس دي كلها. وبدأوا يلموا معلومات عنه، راحوا للمكان اللي كان عايش فيه، عرفوا ان هو كان تاجر بسيط لكنه فجأة بقى غني واتنقل لمنطقة تانية. وسألوا الجيران عن شعوره وقت ما مات ابنه، قالوا له الجيران ان هو كان عادي، ما كانش فيه اي تأثر، على الرغم ان ابنه مات في سن صغير وفجأة وفي حادث ومات موتة بشعة، لكنه كان عادي قوي، ما كانش فيه اي احساس ولا تأثر بسبب موت ابنه. كده شكهم زاد وبدأوا ينبشوا عن حياته أكتر وبدأوا يراقبوه. وفي مرة ابنه اتصل بيه قال له أنا عايز أشوفك. طبعا هو متعودين يتقابلوا في محطة السكة الحديد تقريبا عشان فيها ناس كتير قوي فمش هيبقى فيه عين عليهم. فالمهم المحقق اللي كان بيراقبه شافه هو بيقابل واحد وبيبوسه وبياخده بالأحضان وبيتكلموا مع بعض وبعد كده مشوا. أما شاف الشخص ده
شبهه بابنه. اما طبعا شاف الصور والحادثة كان شكله خالص، على الرغم ان هو زاد وزنه وكبر لكن محتفظ بنفس ملامح وشه. وطبعا بدأوا يتحروا على الشخص ده لان هم طبعا شاكين ان هو يكون الابن وان هو زور، لان هو محتال فاكيد هو زور وفاة ابنه. وفعلا قدروا يوصلوا للشخص ده وعرفوا بقى حكايته وتوصلوا للحقيقة كلها. وطبعا هو كان متهم بالتزوير والقتل والنصب والاحتيال، هو وابوه، بس معرفش بقى اتحكم عليهم بايه. ايه رأيكم في قضية النهاردة؟ والطمع اللي يخلي بني ادم يعيش بعيد عن ابوه، ولا الاب اللي يعيش بعيد عن ابنه، والمسكين اللي راح ضحية الجريمة اللي هم عملوها؟ واشوفكم على خير في قضية جديدة. سلام.